يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح التوفير يا ست الكل. صينية التوفير بجد قبل رمضان. صينية توفير توفير، يعني احنا بصوا موفرين جامد يعني. هنا صينية قمر وجميلة وطعمها تحفة ومشبعة جدا جدا، وهتشوفيه عاملينها ازاي. هنا حلة على البوتاجاز على طول كده، وهعصج لحمة. عصج لحمة مفرومة، حتة سمنة كده، واروح حاطة اللحمة. طلعتها من الفريزر متلجة على طول ورحت حطاها. انا هعصج دي كلها مثلا معرفش هي قد ايه. وهاخد منها حبة صغيرة جدا، وهسيب الباقي في اكياس برضو هينفعوني. اطلع الكيس برضو الاقيه جاهز. هنا هحط كده 3 بصلات مفرومين في الكبة عليها، على كله وهي متلجة. وكذا واحد يعني كذا قرن فلفل كده، سبايسي على عادي على كله كده. و3 طماطم، 3 وحدات طماطم مضروبين برضو في الكبة، وكله على بعض في الحلة، وهتسيح كلها مع نفسها. بسم الله ما شاء الله. وهحط بقى التوابل. التوابل بتاعتي ملح فلفل كمون. التوابل بتاعتي القمر طبعا، كل مرة اقول لكم التوابل بتاعتي القمر. تحفة يا جماعة، نفعاني نفعاني يعني. وهحط معلقة سكر عليها. التسبيل العصاج ده بقى تلاقيه كده جاهز كده معاكي يعني. تاخدي حبة على القد. هحط الملح طبعا في الآخر بعد ما ساحت وخلاص. بسم الله ما شاء الله، أحلى عصاج ممكن تاكليه. وموفر برضو يعني، عليه فلفل وعليه البصل حلو يعني. تاخدي الحبة كده تعملي حبة مكرونة، صينية مكرونة بشاميل، حبة مكرونة عاديين براحتك بقى، صينية رقاق كده. أنا بقى وأنا بغسل الديل الفريزر بقى، لقيت إيه؟ لقيت رقاق اللي هو عيش سوري. مش رقاق، ده عيش سوري. لقيته كده مفتفت كده وملفوف في كيس كده. ايه ده يا جماعه؟ ده رحت مطلعاه، لقيته هو ده الايه، العيش السوري ومفتفت خالص. طب اعمله ايه؟ ما حدش هينفع ياكله، مش هينفع يتاكل ولا يتأمر ولا الكلام ده كله يعني. فقلت لا، انا اروح ايه عاملاه بقى صينيه حلوه جدا جدا. بصي، رحت ماسكاه مقطعاه كده بدل ما يترمي بقى، مفيش حاجه عندنا تترمي في الزمن اللي احنا فيه ده. وقطعته كده، وهجيب بقى الصينيه بتاعتي واروح حاطاه فيه. وهعمل احلى صينيه. تقولي انت بتاكلي رقاق، بتاكلي جلاش، بتاكلي حاجه جميله جدا جدا. خدت نفس العصاك كده وحطيت عليه برضو قرن فلفل كده، لقيته قدامي كده، ورحت مقطعاه ومخرطاه عليه. وهحط بقى حبه ايه، اللحمه المفرومه. ده متهيألي اقل بكتير من ربع كيلو لحمه مفرومه. وعملت لي صينيه حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله. ما فيش حاجة تترمي الأيام دي يعني. هتلاقي في الفريزر عندك حاجات كتير قوي. شوفي واستعمليها الأيام دي. هنا كوبايتين لبن كده، أو كوباية ونص لبن. لا، دي كوباية ونص لبن وبيضتين. كوباية ونص لبن وبيضتين. وهنحط ملح وحبة فلفل أسود وبس، وحتة سمنة. ملح، حبة فلفل أسود، حتة سمنة، وخلاص. وقلبيهم وحطيهم عليها. تاكلي احلى صينيه من بواقي التلاجة يا ست الكل. احلى صينيه والله العظيم، جميله وطعمها تحفه تحفه. وقلبت ريحه الشقه والطعم خرافه. بقول لك اكنك بتاكلي رقاق، صينيه رقاق، صينيه جلاش جميل جدا. ضربتهم في بعض كده وهحطهم من فوق الوش. هي بقى تشرب من تحت بقى اللبن مع البيض. تشرب لي بقى العيش نفسه يشرب يعني من الخلطة. هنا بقى الحاجة الإضافية براحتك، انت عايزة تحطيها تحطيها، مش عايزة فبراحتك. انا حطيت جبنة موزاريلا. هحطها كده بس عشان ايه، تديلي طعم وتديلي شكل وتديلي كل حاجة. يعني صينية حلوة جدا. مش عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، اعملي بشاميل كده، بشاميل على البارد وحطيها فيه، ما فيش اي مشكله. معلقتين دقيق مع كوبايه لبن، واضربيهم مع بعض كده وحطيهم على النار ثواني، وروح حطها فوقيه. احلى صينيه. جميله جدا جدا وطعمها حكايه. جربيها. بواقي رقاق بقى ممكن متكسر عندك اعملي بيه. عيش سوري اعملي بيه. بواقي جلاش متكسر برضو اعملي بيه كده.
هتطلع لك احلى صينية واحلى غدوة. الخرطة طالعة بخرطتها وجميلة جدا جدا. بصوا المطة بقى، المطة هي مش باينة هنا المطة اوي والله، مش فاهمة، بس حلوة قوي يعني. وشاربة من كله، من اللبن والبيض، شاربة من معلقة السمنة اللي احنا حاطينها، مدياها طعم جميل جدا. وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.